بالفيديو السابق تحدثنا عن نظرية وحقائق الباك روم، وعرفنا شنو معنى كلمة باك رومز باللغة العربية والتي تعني الغرف الخلفية. عرفنا أيضا أن الباك رومز يعتبر مكان خارق للطبيعة، وأيضا يعتبر من مجلات كريبي باستا. طبعا هو مو مخلوق، هو مكان يعني خارق للطبيعة فقط. كل ما عليك تسوي انه تكون الارض من جواك غير مرئيه او يصير بيها جليتش، وبالاخير تطيح بهاي القاع وتروح تنتقل الى ذلك العالم وبسهوله تامه. وايضا شفنا قصه الشخص اللي كان يصور ويا زملائه وبالنهايه صار جواه جليتش وانتقل لذلك العالم، وايضا خاض مغامره مرعبه في هذا العالم، وكيان مجهول كان يراقبه، وفي نفس الوقت الكائن الخطير اللي كان يلاحقه. وبالنهايه انتهى الامر بنهايته بعد أن قام الكيان بإمساكه، وسقطت الكاميرا وعادت إلى العالم الواقعي وسقطت في حديقة أحد المنازل. بالنهاية عرفنا شنو اللي صار هذا الشخص. اليوم راح نكمل معاكم سلسلة الباك رومز. طبعا أغلب المتابعين الأعزاء رادوا مني هاي السلسلة بالتعليقات وقالوا لي إنه أسوي جزء ثاني عنها، وطبعا أنا ما أقصر وياكم إن شاء الله، بس اللي حاب أوضحه هنا إنه قناتي محتواها جيمنج، تحديات، فلوجات، بس كحقائق ونظريات هذا ممكن يسبب في قلة التفاعل. فشباب أتمنى إنه تدعموني بهذا الفيديو، لأن أعتقد إنه هذا حيكون آخر فيديو راح أسويه إن شاء الله، لأن أنا بعد حركز بالجيمنج. طبعا للتوضيح راح تعرفون سبب سحبتي كل هاي المدة، لأن تعرفون شباب مريت بهواي ظروف وبهواي أشياء. إن شاء الله راح تعرفون بالمقدمة بإذن الله. اوكي انا ما اريد اطول عليكم، طبعا ادري بيكم متحمسين ايضا جدا، وحتى انه سويت لكم نظريات عنها وعن منظمة ايسينج. قامت المفاوضات مع الحكومة الامريكية لتمويلها لهذا المشروع، وهو مشروع البوابة اللي راح تفتح عالم الباك روم. ان شاء الله راح تشوفون الجزء الثاني واكمل هذه النظريات. خلوكم مع Hello everyone, how are you? This is أبو شهاب الذئبي. السلام عليكم يا عيال، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ كيف احوالكم؟ معاكم ابو شهاب الذئبي. طبعا شباب يعني مليت من هاي المقدمه، والله اريد اسوي لي مقدمه احترافيه، فقلت خلينا نسوي لي المقدمه باللغه الانجليزيه، لان ادري بكم تحبون اللغه الانجليزيه طبعا. المهم رجعنا لكم يا عيال، وصار لي هواي ما شايفكم، حيل اشتاقت لكم يعني مده 8 اشهر، كلش هواي. اقوى سحبه بالقناه هاي تعتبر، اوه ماي جاد. لكن راح تعرفون شنو اسباب هاي السحبه. طبعا قبل كل شيء كل عام وانتم بخير بمناسبه السنه الجديده، يعني مؤخرا طبعا لان انا تاخرت عن معايدتكم، وفي نفس الوقت رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، الله يديم علينا وعليكم بالصحه والعافيه. يعني تخيلوا عايدتكم بنفس الوقت قلت لكم رمضان كريم. هاي عمر القناه ما صايره هيك، اصلا حتى يوتيوب انا ما تلقى هيك مسوي. اوه ماي جاد لهالدرجه انا ساحب. بس راح اقول لكم الاسباب شباب. اول شيء طبعا كالعاده ظروف، اكيد لا تضوجون مني، اتمنى يكون ما تضوجون مني، لان مو بيدي يا عيال، والله مو بيدي الشغله. يعني شغله اليوتيوبر صعبه، مو سهله مثل ما تتوقعون. تجي تصور نوبه تمنتج، مونتاج اصعب بعد، لازم تركز على ادق التفاصيل. هاي المشكله يعني. تمام حقول لكم السبب. اول شيء هي التخرج، اتمنى انكم تباركوا لي شباب، يعني تخرجت واخيرا راح اتخرج من الكليه ان شاء الله، لان انا سنه اخيره، وفي نفس الوقت هاي السنه تحتاج الى بحث تخرج، لذلك انا كنت اشتغل ويا جماعتي بالبحث، لهذا السبب انا تاخرت كل هاي المده. وفي نفس الوقت مثل ما تعرفون شهر رمضان يعني، واحنا الناس نايمه تنام بالنهار وتقعد بالليل، وهكذا ظل تستمر الدوره. لهذا السبب قعدت من الصبح حتى اسوي لكم هذا المقطع، لان ادري بيكم متحمسين يعني، نفذ صبركم تريدون بس اسوي فيديو. لهذا السبب جبت لكم بهذا المقطع الجميل. طبعا قبل كل شيء اكيد انتم شفتوا بالجزء الاول او السابق كنت مزين صفر، وهسه تشوفون ما شاء الله يا روعه اللحيه. اويلي تشوفون سويت الشوارب، طبعا نسقتها ويا اللحيه وطلعت برو ماكس احترافيه يا عيال. اويلي اوكي شباب، خلونا من هذا الكلام الكثير. طبعا انا ما اريد ادخلكم، اريد ادخل قبل بالتفاصيل وقبل ندخل بالحقائق والنظريات، لان هذا راح يكون الجزء الثاني والاخير
لان ما شباب يعني انا محتواي جيمنج مو نظريات وحقائق، انا مو مثل ملك النظريات بون بون وغيره. يعني انا اختلف شوي، انا عمري حياتي ما سويت، فقط سويت هذا الجزء الاول، سويته لكم بحنان وقلب يلين لكم. الله شنو شاعر. المهم شباب خلونا هسه نروح ننتقل الى المقدمه. طبعا حطيت انترو رمضاني لان احنا بشهر رمضان، وهسه اللي اريد منك يا صاحبي انه شو تسوي، تروح تقعد لك مكان هادئ وايضا طفي الضوء وجيب لك اي شيء تاكله. طبعا هذا طبعا بعد الفطور، يعني مو قبل تاكل فوق طاقتك، شويه تاني اكل يعني ب 11 بالليل هيك اقعد وجيب لك شغله تاكلها، اي شيء يمشي لك ينامون وانت استمتع براحتك. بنفس الوقت حط لايك يا اخي، لان انا راح اتعب جدا بهذه الفيديوهات. انا جاي اتعب شباب. ليش جاي انا اسحب؟ انا بسبب قله التفاعل. والله لو اكو تفاعل وتشجعوني جاي ارجع انزل لكم كل اسبوع هيك، كل اسبوعين، تمام. وبنفس الوقت اكيد شفتوا انتوا هاي الرسمه الجميله، هاي الرسمه طبعا هلال شهر رمضان، وبنفس الوقت لابسه هاي قبعه كريسمس، يدل على انه انا اول شيء عايدتكم بالسنه الجديده. هذا يمثل قبعه كريسمس، وايضا لان هاي الايام هي ايام شهر رمضان المبارك. الفيديو راح يكون طويل ممكن، فخلوني ما اكسر حماسكم، ننتقل الى الانترو. طبعا للتنويه شباب انه احداث الجزء الثاني راح تكون قبل احداث الجزء الاول بسنة واحدة. فلو تلاحظون بالفيديو الثاني ذكر ان التاريخ هو 19/8 عام 1995، اي ان احداث الفيديو الاول صارت ب 23 سبتمبر عام 1996. فباختصار يا عزيزي المشاهد انه احداث الجزء الثاني تسبق احداث الجزء الاول بسنة واحدة. فتعالوا خلونا نشاهد الفيديو الثاني ونحلله مع بعض. فاصل بسيط قبل بداية الفيديو الثاني، حطلنا لايك حلو مثل عيونك، واشترك بالقناة اذا ما مشترك، وفعل الجرس حتى يوصل لك الجديد، وايضا وصل الفيديو الى كل اصدقائك عن طريق المشاركة. شاهد الجزء الاول حتى تفهم الاحداث بشكل افضل. راح تلقى الرابط بصندوق الوصف او علامة اللينك اللي ظاهرة فوق، وخلوكم مع الفيديو الثاني. Okay, so you may be wondering what I'm doing. Recording a square of tape in my garage. I swear I've not gone crazy. I don't think it's worth trying to explain what's gonna happen here. You just have to see it to believe it. So I've got some wood chips here, just a bunch of wood, and I just watch this and prepare yourself because it's really freaky. Look at that, gone. They're gone. All right, well, but here's a baseball. All right, and just watch. Gone. It went into the floor. Do a couple tests now. I've got this tape measure. بالفيديو الثاني تظهر بنت جاي تصور وتشرح عن شي غريب جاي يحدث في أحد غرف المنزل، وبأحد أماكن هاي الغرفة تظهر بقعة غريبة موضوعة عليها علامة، بحيث تقول البنت انه هاي البقعة بيها شي خارق للطبيعة وما له تفسير، بحيث لما ترمي اي شي بيها راح تخترق الارض فجأة. والبنت هنا جاي توثق لنا هذا المشهد، وتجيب ورقة عليها نشارة خشب، وبعدها ترمي هذه النشارة بهذه البقعة من الارض، ونتفاجئ انه بقعة الارض تقوم بابتلاعها. تمسح البنت المنطقة وتجيب كرة بيسبول وترميها، وتقوم البقعة كذلك بابتلاعها. بعدها البنت تسوي تجربة ثانية، وهي انه تجيب شريط قياس وتمده عبر البقعة، بحيث يخترق شريط القياس البقعة، وتبدي تنزل بيه شوي شوي الى ان يصير هذا الشيء. I feel it's like vibrating. What just happened? Where am I? Hello? Are you kidding me? There's no way.
Hello? أثناء ما كانت البنت تستمر بتمديد شريط القياس، وفجأة وبدون سابق إنذار البقعة الصغيرة تحولت إلى بقعة كبيرة، مما أدى لابتلاع البنت وسقوطها في الباك رومز. هنا البنت بعد سقوطها بدأت تصاب بالذعر، وهنا بدأت تستنجد بأي شخص وتستكشف المكان من حولها بحذر شديد، وهنا بدأت تستكشف المكان. وهنا البنت دخلت لأحد الأمكنة ونكتشف أنه أكو أثاث مطبخ غير مكتمل في هذا المكان. تنويه بسيط، خلوا أثاث المطبخ هذا ببالكم لأن راح نحتاجه بعدين في تفسير النظريات. What the hell? What is this? Help! I need help! Hello? هنا البنت تشوف أحد الغرف المظلمة وتروح تدخل فيها وتستكشفها. وأيضا لو تلاحظون أنه أنا شوية سرعت بالفيديو حتى لا يكون الفيديو طويل وأختصر لكم الأحداث بأفضل صورة ممكنة. هنا البنت تجي وتدخل أحد الغرف المظلمة وتكتشف أنه أكو مفاتيح تشغيل الأنوار، ولما تقوم بتشغيل الأنوار تلقون أنه في 3 كراسي لكن بشكلها الغير طبيعي، لأن هاي الكراسي حجمها أكبر من الحجم الطبيعي. وخلوا ببالكم هاي الكراسي اللي راح نحتاجها بعدين بالنظريات. تكمل البنت الاستكشاف وتدخل إلى أحد الغرف، وتلاحظ أنه بهاي الغرفة موجود أريكة أو نص أريكة. هنا البنت تستغرب من وجود أريكة في وسط هاي الغرفة، ولكن تتجاهل الأمر وتكمل استكشاف باقي الأماكن. Okay, that's a hole in the floor. Hello? Is there anybody in there? Can't see. What's going on? Whatever. Hello? Is there anybody here? Oh. What in the world? Okay, Hello? هنا البنت تدخل في ممر وتكتشف انه اكو حفرة ارضية وبجانبها باب خشبي، فتنظر من خلال هاي الحفرة وهي بقمة استغرابها، وبعدها تتجه نحو الباب الخشبي وتحاول تفتحه وتطرق الباب في نفس الوقت على أمل أي شخص يجي يمر ويفتح هذا الباب. بعدها البنت تفتح أو تكتشف فتحة بالباب وتقوم بتوجيه الكاميرا نحو هذه الفتحة وتصور مكان يشبه إلى حد كبير ممر بالفندق. فتكمل البنت استكشاف المكان وتتوغل أكثر وأكثر، فهنا شافت ممرين، واحد يودي يمين والثاني يسار نحو الأعلى، فقررت أن تروح يسار وتصعد الممر. هنا أيضا دخلت المكان بممرين، واحد يودي يمين والثاني يسار، فقررت أنه تختار جهة اليسار أو الأمام. ولما دخلت لهذا المكان شافت أن المكان من الأعلى واسع وكأنه مول أو مركز تجاري عملاق. لاحظ أن السقيفة منهارة أو ساقطة على الأرض. هنا البنت تكمل طريقها في استكشاف الباك رومز، وبالنهاية هذا اللي راح تلقاه. Hello? What is that? 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 What is that?
supposed to be recorded. Oh my god. What? How did they even get in here? How did this even... Hello? That's blood. Hello? Is there someone in here? Hello? Do you need the... Please don't be a dead body. Please don't be a dead... Okay, what the hell? What is this? Is it... like... plant? What? Who is that? لما تدخل البنت في أحد الممرات وبنهاية الممر تشوف إنه في سيارة مرتطمة بالحائط أو مسوية حادث مأساوي، وأيضا نشوف إنه في أثر بالقاع راح يكون ضمن موضوعنا في تفسير النظريات. هنا البنت تركز بتفاصيل الحادث وهي بقمة الذهول والصدمة، لدرجة إنه السيارة داخلة بالحائط من قوة الصدمة. خلوا ببالكم هاي السيارة اللي راح نحتاجها بالنظريات بعدين. بعدها تستكمل البنت المسير وتشوف انه في طبعة يد طفل موجودة على الحائط. تجاهل البنت وتدخل الى مكان مختلف تماما. ايضا نلاحظ انه في خزنة ملابس موجودة لكن نصها الثاني ما مكتمل، وتشوف انه في بقعة بالارض بصراحة انا ما لقيت لها تفسير منطقي. هنا البنت تكمل استكشاف المكان وكأنها دخلت المكان يشبه المنزل، وتشوف ايضا انه في الارضية موجودة آثار أو بقع. هنا البنت تشوف مدخل لممر مظلم فقررت انه تروح تستكشفه. بعدها تروح لأحد الغرف اللي باليسار وتكتشف انه في سرير مزدوج موضوع في الغرفة. بعدها تتقدم نحو أحد الغرف وهذا اللي راح تشوفه. هنا البنت أول ما تدخل هاي الغرفة تتفاجئ بمادة مشعة خضراء تضيء المكان، وبنفس الوقت تتفاجئ بكمية الأشواك المحيطة بهاي الغرفة. بعدها تتقدم نحو أحد الصور. هذا اللي راح يصير. Whoa, what the fuck? What?
فجأة البنت تحس بحركة بالمكان ويتضح انه هذا نفس المخلوق اللي هاجم صاحبنا بالجزء الاول او الفيديو السابق. هنا البنت بدأت تجري محاولة للهروب من هذا المخلوق المخيف. هنا البنت شافت لها مكان واختبأت فيه لعلها وعسها انه المخلوق يضيع اثرها، لكن هذا الشيء ما راح يصير. فالمخلوق يحس بوجودها ويبدي يركض وراها مرة ثانية، وتبدي مطاردة جنونية بين المخلوق والبنت في جميع أرجاء الباك رومز. ولو تلاحظون انه في ضوء اخضر طالع من جهة الغرفة الامامية، وراح نعرف هذا الضوء في تفسير النظريات. هنا البنت تكمل جري وتكمل المخلوق ملاحقتها، ولو تلاحظون ان البنت جاي ترجع من الطرق اللي اجت منها بالباك رومز. هنا البنت ترجع لنفس المكان اللي بيه الحفرة الأرضية والباب الخشبي، فقررت انه تدخل الحفرة الأرضية حتى تضيع المخلوق ويتيه عنها. هنا البنت تكمل طريقها ونلاحظ انه هذا نفس الشعاع الأخضر اللي كان ينبعث من ذيك الغرفة. فكالعادة تكمل البنت طريقها ونلاحظ انه دخلت المكان فيه مسابح، لكن ايضا نلاحظ انه هاي المسابح ما مكتملة وراح نحتاجها ايضا في تفسير النظريات. تكمل البنت ركض ونلاحظ انه اكو فتحة بالارض، لكن البنت تتجاهل هالشي وتستمر في الركض. ونلاحظ انه الطريق مفصول عن الطريق الاخر، لكن البنت ايضا تتجاهل الوضع وتستمر في الركض الى ان وصلت الى هذا المكان، وظنت ان اختباء بمثل هذا المكان راح يضيع المخلوق. لكن الصدمة انه البنت شافت نفسها محشورة لانه ماكو تكمل للطريق، وظنت انه هاي نهايتها، فيصير شيء غير متوقع. فبدأت جدران الغرفة تتشقق وتظهر باللون الأخضر، وهنا تكون نهاية الشريط الثاني، لأنه البث انقطع وما عرفنا مصير البنت شنو كان. من بعد ما خلصنا الشريط الثاني، هسه اجا وقت حتى نفسر النظريات من المعلومات اللي جمعناها. طبعا أول نظرية راح نتكلم عنها اليوم هو عن كيفية ظهور عالم الباك رومز. شوف يا صاحبي، ان تروح الى قناة كين بيكسل وتروح على الفيديو الثالث بعنوان الغرف الخلفية الاختبار الثالث، وتاريخ هذا الفيديو هو 7 فبراير عام 1988، أي قبل أحداث الفيديو الأول والثاني بعدة سنوات. في هذا الفيديو يظهر مخطط لمشروع سري تقوم به منظمة ايسينج من أجل عمل مشروع لفتح بوابة نحو عالم موازي، وطبعا هذا كله بدعم أمريكي. ونشوف علماء المنظمة هم جاي يشتغلون على هذا المشروع، يكون عبارة عن جهاز تشويه مغناطيسي. وبعدها تروح للفيديو الرابع من قناة كين بيكسل. تاريخ المشروع هو 2/7 عام 1988، أي بعد مرور سنة من عملية التخطيط للمشروع. وكلنا نعرف شنو كان هدف منظمة ايسينك من هذا المشروع. الهدف بكل بساطة هو حل أزمة السكن اللي صارت بالولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان الهدف من المشروع بأكمله هو حل الأزمة السكانية أو حل الكثافة السكانية وتوفير مساحات للتخزين. وبعد عملية التخطيط اجى وقت التنفيذ في 17/10 عام 1989، ورسميا بدأ تنفيذ المشروع اللي تم التخطيط إليه قبل سنة. وبالبداية تم تشغيل البوابة بطاقة هائلة، لدرجة انه راح يحدث فجوة او تمزق بالنسيج الواقعي اللي راح يخلق العالم الموازي. وفعليا من جانب بدأ المشروع ينجح، جانب اخر الطاقة الهائلة اللي تسببت بفتح هذه الفجوة بدأت تأثر على المكان، وبدأ المكان شبه ينهار. بدأت بيانات حاسبة الشركة ترسم المخطط لهذا العالم أو لهذا البعد. لا يا صديقي، رغم الدمار اللي ألحق هذا المشروع إلا أنه في النهاية نجح بفتح هذا العالم. وهنا حاب أقول لك أهلا بك في عالم الباك رومز. رغم نجاح هذا المشروع إلا أنه صارت أمور غريبة بعد مدة من نجاحه. من هاي الأمور هو أن سكان الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يختفون بشكل غامض وغير منطقي. ومؤشر الاختفاء يوضح عدد الناس اللي اختفوا خلال السنوات اللي بعدها، طبعا بعد سنة من اكتشاف البعد الآخر.
طيب انت راح تسألني يا صديقي، شنو سبب اختفاء هذول الناس؟ وشنو علاقة منظمة ايسينج باختفائهم؟ شوف صديقي، من نرجع لتاريخ 17/10 عام 1989، وهو نفس التاريخ اللي تم فيه إنشاء البعد الآخر أو الباك رومز، ظهرت فجوات نتيجة تصدع النسيج الزمكاني. واللي ما يعرف شنو هو الزمكاني، هو اختصار لكلمتين هما الزمان والمكان، وتعرف في نفس الوقت بظاهرة النو كليب. والنو كليب هو خلل يحدث في فيزياء الواقع، إذ تنهار القوانين الطبيعية في نقاط معينة، مما يسمح للمادة بالمرور عبر الأجسام الصلبة. أكيد بسبب تجارب منظمة ايسينج، وخاصة جهاز التشويه المغناطيسي اللي بسببه أدى إلى زعزعة الأبعاد فيما بينها وظهور فجوات في النسيج الزمكاني. هذا الشيء أدى إلى ظهور ثغرات النو كليب في جميع أنحاء الولايات وفي مناطق مختلفة. في النتيجة عرفنا سبب اختفاء السكان. أكيد تتذكرون هاي السيارة اللي حللناها بالفيديو الثاني من قناة كين بيكسل، قلنا إنه إحنا نحتاجها في تفسير النظريات. طيب من وين اجت هاي السيارة وكيف وصلت للباك رومز؟ شوف صديقي، لما تروح إلى قناة كين بيكسل وتدخل هذا الفيديو اللي يكون عنوانه كله عبارة عن أرقام، وبالفيديو يظهر أحد الطرق السريعة والتي يتم توثيقها عبر الكاميرا. لكن لو تلاحظون إنه في شيء غريب صار على الجهة اليمين من الرود سايد، ولو تركزون أكثر راح تلاحظون إنه أحد السيارات اختفت فجأة تمشي بالطريق. باختصار يا عزيزي المشاهد، تقدر تقول إنه السيارة صار لها نو كليب، أدى إلى انتقالها إلى عالم الباك رومز. والبقعة اللي تشوفونها قدامكم هي نفس المكان اللي سقطت فيه السيارة بشكل عنيف. بالنهاية عرفنا شنو اللي صار للسيارة. أكيد تتذكرون لما قلت لكم إنه تخلون أثاث المطبخ وأثاث الكراسي بالكم، لأن راح نتكلم عنه بتفسير النظريات. شوف صاحبي، باك رومز بجوهره هو كائن أو نظام يحاول يقلد عالمنا، لكنه يفشل لأن ما راح يفهم الغرض من هاي الأشياء اللي إحنا نستخدمها كبشر. الباك رومز يقوم بنسخ الشكل الخارجي دون استيعاب الوظيفة أو القوانين الفيزيائية البشرية. ذلك نشوف الأثاث بالباك رومز متواجد بشكل عشوائي ومختلف بالحجم ويكون مشوه. لذلك فكلمة ليميناليتي باللغة العربية تعني تشوه أو عيب خلقي، وهذا هو معنى المحاكاة الناقصة. تتذكرون المادة الخضراء اللي حللتها وياكم بالفيديو الثاني وقلت لكم انه احنا راح نفسرها بالنظريات؟ شوف صديقي، فيزياء الباك رومز تعرف هذه المادة بالليكويد بين، وترجمتها باللغة العربية تعني السائل المشع. هي مادة كيميائية خطيرة وتوجد بمستويات معينة، وخاصة المستوى 0 اللي جاي نحكي عليه احنا، وتعتبر مادة شديدة الخطورة، تسبب حروق كيميائية عند اللمس، يعني مو مجرد زينة. ويعتقد انها فضلات صناعية ناتجة عن تداخل العوالم، او ممكن تكون عدوى جرثومية تحاول تستعمر جسم الانسان لتحويله الى مضيف. لذلك نشوف طاقم منظمة ايسينج يلبسون بدلات صفراء خاصة لحمايتهم من هاي المادة المشعة. هنا عرفنا شنو كان مصير البنت بنهاية الفيديو الثاني. كذلك بدأت منظمة ايسينج باستخدام المادة لأغراض الطاقة وغيرها. لذلك يا عزيزي المشاهد لازم تنتبه وتحذر من الوقوف في الأماكن المشبوهة اللي ممكن تسوي لك نو كليب وتنتقل إلى عالم بدون رجعة، وراح تكون نهايتك مثل هاي الجثة الهامدة. وكان هذا هو الجزء الثاني من نظريات وحقائق عالم الباك رومز. أتمنى أنتم استمتعتم في هذه الحلقة الجميلة، لأن بصراحة أنا الحين راح أتعب المونتاج يا عيال. أتمنى أنه أنتم تقدرون تعبي بلايك حلو مثل عيونكم، واشتراك وتفعيل الجرس بسرعة. هذا الفيديو سويته لكم بتعب من أعماق قلبي، يعني جبت قلبي وحطيته لكم نص المونتاج حتى يضمن حلاوته مثلكم طبعا.
وطبعا يا عيال اسف جدا على السحبة، بس الشغلة مو بيدي مثل ما تعرفون، لان هاي ظروف وانا ما اقدر اتركها، ظروفي خاصة يعني شباب، شو اسوي. المهم انا ما اريد اطول عليكم ايضا بالنهاية، فكان معكم ابو شهاب الذيبي، اتمنى استمتعتوا بالفيديو، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، وايضا لا تنسى انه تشاهد الجزء الاول حتى تفهم الاحداث اول باول. اشوفكم بالفيديو الجاي، دمتم بامان الله، السلام عليكم.